السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض فطاير بحشوة الجبنة بعجينة هشة وطرية خالص. حاجة كده بقى للفطار الصبح جنب كوباية شاي بحليب. هتعجبك وهتعجب اولادك قوي. عجينة كده هشة وطرية بمكونات بسيطة خالص، شوية مية وشوية دقيق، هنعمل اجمل واحلى فطاير. وما تنسيش لو اول مرة تتفرجي عليا تشتركي في القناة ولايك جميل منك للفيديو. يلا نسمي بسم الله وندخل على المقادير. معايا معلقة خميرة كبيرة ومعلقتين لبن بودرة كبار، اللبن البودرة بيدي طعم وريحة للعجينة حلوة قوي، ومعلقة سكر وربع كوباية من الزيت، ومعايا كوباية مية دافية هنزل بتلات ارباع الكوباية. وقلب بقى كده مكوناتي كده كويس لغاية ما كل حاجة تدوب. انزل عليهم بتلات كوبايات من الدقيق وربع معلقة من الملح. واعجن بقى كده العجينة بتاعتي كده كويس ما يقل عن 5 دقايق. كل ما الاقي كده العجينة ناشفة تحت ايدي اضيف لها شوية من المية. انزل بالمية تدريجيا واحدة واحدة علشان في دقيق بيشرب سوائل وفي دقيق ما بيشربش السوائل. 3 كوبايات دقيق اخدوا مني كوباية مية ومعلقتين كمان من المية. زي ما قلتلك ضيفي المية تدريجيا واحدة واحدة. وعجيني بقى كده العجينة بتاعتك لغاية ما تبقى ملمسها كده تحت ايدك ناعم خالص. بالشكل ده كده. انا فضلت اعجن فيها 5 دقايق لغاية ما بقت ناعمة معايا وبقت بالجمال ده. مسحة بقى كده من الزيت على العجينة وفي الطبق، وغطيها بقى بكيس بلاستيك واسيبها في مكان دافي تخمر. خمرت بقى كده العجينة معايا ما شاء الله ازاي. ابتدي بقى كده اطلع منها الهواء واقطعها الكور صغيرة الحجم ده كده. انا هعمل الفطاير بتاعتي على شكل وردات. كل فتيرة هتاخد 7 من الكور العجين. حجمهم صغير مش كبير، مش كبير ومش وسط، الحجم الصغير بالحجم ده كده. زي ما قلتلك هعملهم على شكل وردات. كل فتيرة هتاخد مني 7 كور من العجين. ال3 كوبايات دقيق دول هيطلعوا معاكي 5 فطاير كبار. خلصت الكمية، قطعت الكمية بتاعتي كلها، مسحة كده من الزيت وغطيتها بالكيس البلاستيك علشان وشها ما ينشفش، واسيبها 10 دقايق ترتاح على ما اجهز الحشوة بتاعتي. انا هحشي الفطاير بتاعتي بالجبنة، حابة تحشيها مربى او نوتيلا او عجوة، اي حشوة تعجبك. كل الحشوات هتمشي فيها وهتبقى زي الفل. باخد بقى كده كورة من العجينة واحط فيها حتة من الجبنة واقفلها بقى كده كويس. اهم حاجة ان انتي تقفلي عليها كويس علشان ما تفتحش معاكي وهي بتستوي. اخدت كده كورة من العجينة وفردتها بالشكل ده، وحطيت كده فيها قطعة من الجبنة وقفلت عليها كويس. اديها كده برمة بسيطة كده على ايدك. اقفل كده عليها كويس. اكدي ان انتي قفلتي عليها كويس.
عايزه اقولك جربي طريقه الفطاير دي وهتعجبك قوي. مش هتشتريها من بره خالص، على طول هتعتمدي الطريقه دي وعلى طول هتعمليها، لانها مقاديرها مظبوطه بالظبط. هنا انا كنت بوريكي اني على ما تيجي تخلصي كميه الحشوه، كميه الكور كلها بتلاقيها معاكي خمرت. قطعة كده من الجبنة وأقفل كده عليها كويس بالشكل ده كده. هخلص بقى الكمية بتاعتي كلها. خلصت كده الكمية بتاعتي كلها، بديها مسحة من الزيت وبغطيها برضو بالكيس علشان الوش بتاعها ما ينشفش، على ما اجهز الصواني بتاعتي. معايا بقى كده الصينية بتاعتي او الصاج بتاعي، واديله مسحة من الزيت وابتدي ارص الفطاير بتاعتي، الكور العجين بتاعتي. زي ما قلتلك هعملها على شكل وردة. باخد كده 3 كور من العجينة جنب بعض بالطول كده، وكورتين من الناحية دي وكورتين من الناحية التانية. سهلة خالص، وبقت معاكي اجمل واحلى وردة. سيبي كده مسافة صغنونة شوية ما بينهم، يعني ما تلزقيهمش في بعض قوي. اعملي حساب لما تختمر ولما تتخبز. معايا بقى كده بيضة. انا مش هاخد البيضة، مش هنستعمل البيضة كلها. اكسري كده بيضة في طبق وقلبيها بالشوكة كده كويس مع بعضها، وخدي شوية منها انزلي عليهم برشة من الفانيليا ومعلقة من المية. قلبيهم بقى كده بالفرشة كويس، وابدأي ادهني الفطاير بتاعتك. ومعايا سمسم ابيض وحبة البركة، هنزين بيهم الفطاير بالشكل ده. مسحة كده من البيض بسيطة على وش الفطاير، وزينيهم بالسمسم الابيض وحبة البركة. وطبعا هنسيبهم في مكان دافي يختمروا في الفرن على الرف كده اللي في النص. دخلي الصواني بتاعتك وحطي من تحتيها حلة او طبق فيه مية مغلية، ده بيساعد على سرعة التخمير بتاعه. ودخلي بقى اول ما تختمر معاكي الفرن يكون متشغل، شغلي الفرن قبليها ب5 دقايق يكون سخن. دخليه على فرن سخن على درجة حرارة 180، هتاخد معاكي من 8 ل 10 دقايق. واول ما تطلع معاكي اديلها رشة من المية وغطيها بفوطة نظيفة، وهتفضل معاكي طرية، وهتطلع معاكي اجمل واحلى فطاير. يا رب يكون الفيديو عجبكم.